هكشف لك في الفيديو ده مين البرج اللي فعلا يقدر يعيش معاك ومين مستحيل يكمل معاك يومين. خلوني أبدأ بالحمل. الحمل ده يا جماعة نار ماشية على رجلين، طاقة، اندفاع وعصبية كده تطلع وتروح في ثواني. الحمل محتاج حد قلبه هادي، حد يعرف يطول باله عليه. وهنا بيجي دور الميزان أو الجدي، دول بيعرفوا يمتصوا نار الحمل ويهدوه. لكن لو حطيته مع أسد، مع حمل زيه، أو مع سرطان حساس، صدقني الدنيا بتولع من غير ما حد يلحق يطفي. نروح للثور. الثور ده زي الصخرة، ثابت تقيل وبيحب الاستقرار. اللي يقدر يستحمل هدوءه وعناده هم العذراء والجدي، نفس المدرسة. إنما لو جيت تحط ثور مع دلو أو قوس، لأ، دول بيحبوا الحركة والحرية، والثور هيقف يتفرج ومش فاهم هم رايحين على فين أصلا. أما الجوزاء ده بقى حكاية لوحده. ده الهوى، بيتغير بسرعة وبيزهق بسرعة، بيحب يتكلم ويجرب ويتنقل. اللي يقدر يصبر عليه الميزان والدلو، عقولهم خفيفة ومش بيقفشوا على التفاصيل. إنما العذراء أو السرطان هيقعدوا يقولوا هو في إيه؟ هو رايح فين؟ هو راجع إمتى؟ والجوزاء مش هيستحمل التحقيق ده. تعالوا بقى للسرطان. ده قلب وذكرى وإحساس، محتاج حد يحتويه مش حد يجرحه. اللي يعرف يستوعبه هم الحوت والعقرب، لأن عندهم نفس الحس العميق. أما الحمل أو الأسد لأ، السرطان هيتعب وهو بيشرح مشاعره، وهم هيتعبوا لأنهم مش فاهمين هو زعلان ليه. نيجي للأسد ملك الأبراج، بيحب التقدير والاهتمام، بيحب يحس إنه مهم. مين اللي ممكن يشيل معاه ويعرف قيمته؟ الحمل أو القوس، نفس الطاقة ونفس القوة. لكن لو حطيته مع ميزان أو سرطان، هيحس إن الاهتمام مش مكفيه والدنيا هتبقى شد وجذب. ومعانا كمان برج العذراء، منظم ودقيق، محب للكمال. اللي يقدر يعيش معاه على نفس الريتم الثور أو الجدي، عقلانيين واقعيين وماشيين على النظام. إنما الجوزاء أو الأسد دول حياتهم مش دقيقة كفاية، وهتلاقي العذراء طول الوقت بيعدل وبيعلق وده بيتعبهم. أما الميزان، الهدوء والرقة والاتزان، بيحب حياته فيها توازن مش شد أعصاب. اللي يناسبه الجوزاء أو الدلو، دماغهم شبهه وبيعرفوا يتفاهموا بسرعة. أما الحمل أو الأسد، طاقتهم قوية زيادة عن اللزوم على الميزان، هيحس إن الدنيا سريعة وهو مش لاقي نفسه. برج العقرب ده بحر غويط، مشاعره قوية، تركيزه عالي وغيور بطريقته الخاصة. اللي يعرف يمشي معاه الحوت أو السرطان، فاهمين العمق ده وبيعرفوا يهدوه. أما الدلو أو الأسد لأ، الاستقلال عندهم عالي، والعقرب مش بيحب المسافات الواسعة دي. نيجي بقى للقوس، ده الحرية، ضحك، حركة، سفر، طاقة. اللي يشبهه الحمل أو الأسد، ما يحبوش يقعدوا في نفس المكان كتير. أما الثور أو السرطان لأ، هيقولوا له اقعد وهو مش بيرتاح غير وهو ماشي. برج الجدي واقعي وصبور، بطيء شوية في عواطفه بس ثابت. اللي يعرف يصبر عليه الثور أو العذراء، دول فاهمين النوع ده ومرتاحين معاه. إنما الحمل أو الجوزاء رتمهم سريع زيادة عن اللزوم، مش هيستنوا الجدي لحد ما يقرر يتحرك. نيجي بقى لبرج الدلو، حر، مبتكر، غريب شوية بس قلبه طيب. اللي يعرف يعيش معاه الجوزاء أو الميزان، دماغهم منفتحة زيه. أما الثور أو السرطان لأ، الدلو محتاج مساحة وهم محتاجين أمان واستقرار. آخر برج معانا هو الحوت، ده رقيق جدا، قلبه كبير وإحساسه عالي. السرطان أو العقرب هم أكتر ناس تعرف تحتويه. أما الأسد أو الجوزاء صعب. الحوت هيزعل بسرعة وهم مش دايما واخدين بالهم إنه اتضايق من حاجة. وفي الآخر كل واحد ليه حد يقدر يصبر عليه وحد لأ. مش بنقول مين أحسن، إحنا بنقول مين يمشي مع مين من غير ما الدنيا تولع. بس دلوقتي قولولي، مين البرج اللي عمرك ما قدرت تصبر عليه؟ ومين أكتر برج حسيت إنك مرتاح معاه؟ اكتبولي في التعليقات وهسمعكم كلكم. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.